صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده السمك الماكريل. هي اسمها عندنا بلاميطه مش ماكريل، بس هو الاسم بتاعها الحقيقي الماكريل. اهو هننضفه عشان نعمله مع بعض. صلوا على النبي في التعليقات وما تنسوناش باللايك والاشتراك. كل يوم سمك كل يوم سمك، احنا بنحب السمك، عندنا السمك حلو احنا بنحبه، وفيه اللي ما بيحبش السمك، يعني احنا في عندنا ما بيحبش السمك عادي. صلوا على النبي في التعليقات وما تنسوناش باللايك والاشتراك. احنا فرصه بقى ان احنا في الشتاء، طبعا الحاجات دي ما بتتاكلش كتير في الصيف عشان بتبقى حاجات شويه في الصيف، والصلصه والتقليه والحاجات دي بتبقى صعبه في الصيف. فالصيف دايما بتبقى ايه؟ اكله نواشف. فالناس بتحب الحاجات دي في الشتاء، والشتاء بيحب الاكل الكتير. كل يوم حيرة، كل يوم هناكل ايه النهارده. دي معانا شويه دق اهو، وده توم وفلفل وهريسه شطه. دي توم وهريسه شطه ماشي، احنا عاملينها ماشي، وحاجه بسيطه من الفلفل الاسود. احنا خلاص غسلنا السمك بتاعنا بالدقيق والليمون والملح، وهنعمل البقدونس اهو. انا مش هعمله بعيدان، وانا هعمل ايه الورق بس ايه بتاع البقدونس، وهعملهم في المصحنه دي، مانيش عامله ايه في الكب. احنا دقنا، هنعمل بقى ايه فتح كده في السمك بتاعنا. وهنعمل بقى ايه الدقه بتاعتنا، التتبيله دي هنحشيها بقى في الفتح دي، وهنسيبها في التتبيله يعني حسب الوقت اللي قدامك، ساعه، ساعه ونص، 10 دقايق، حسب الوقت اللي قدامك. انا بالنسبه لي لان انا ما متاخره يعني 10 دقايق بس في التتبيله. السمكه بتاعتنا متنضفه وحلوه اهي اهي. نعمل السمك كله بقى ونقوم حاطينهم في التلاجة 10 دقايق. وطلعناه من التلاجة اهو، هنعمله معانا في الدقيق اهو، والزيت بتاعنا على النار القدح بتاعت التتبيله بتاعته بحاله اهو، وهنعمله في الدقيق وهنحطه ايه على النار. الزيت بتاعنا مقدوح اهو. لو انا عامله تتبيله وفاضت معايا بحطها على الايه عليه وهو بيستوي، احطها في الصلصه بتاعتي. لو انتوا اول مره تشوفونا اعملوا لنا لايك واشتراك، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا مش هشطر منك في الطبيخ، انت اشطر منه كل حاجه، بس انا بطبخ بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي انت بتطبخوا بيها. بصله كبيره مش هنقليها، ايه هنصفرها خفيف كده او تدبل بس حاجه خفيفه. وهنعمل معانا دي معلقه صلصه، ودي التوابل بتاعتنا بابريكا وكمون وكزبره وملح وفلفل اسمر وبهارات سمك كده. بقى هنسيبها ايه تتسبك على البوتاجاز
وبعدين نرجع لكم تاني. الصلصه اتسبكت اهي، هنحط بقى السمك بتاعنا. اهو هنغطسه في الصلصه، وما كانش الصلصه كتيره نقلبه. اشتري الشاي طلعي لي الناس اللي في العربيه بره. انت مصوره كده بقى نحط البقدونس بتاعنا اهو، وهنغطي عليها 10 دقايق تغلي غلوه ايه السمك مع الصلصه. حبايبي اهو السمك بتاعنا خلاص خلص كده، بقى ايه نتغدى بقى. ايه رايكم؟